صباح الخير من الزمالك. زي ما انتم شايفين أنا في مكان فظيع دلوقتي، والنهاردة هكون هنا يوم كامل في الزمالك، وطبعا هزور أماكن كتيرة، معالم تاريخية وأماكن حلوة على النيل. وكمان طبعا لازم أكل حاجة في المطاعم في الزمالك، وهشوف بعض المطاعم اللي يعني مشهورة نوعا ما على السوشيال ميديا. وكمان زي دايما هزور أماكن هادية وجميلة ممكن فيها استراحة، وإن شاء الله هنشوف مع بعض أماكن جميلة جدا اللي بتستاهل الزيارة. وأول مكان روحته كان مطعم اسمه زوبا، عشان سمعت إنه المطعم ده معروف في مصر وبيقدم أطباق يعني شعبية، والمنيو كان عبارة عن فول وطعمية وحاجات كتير تانية، يعني الحاجات الحلوة اللي بتاكل الناس في مصر للفطار. وأنا طلبت بس طعمية، يعني حاجة خفيفة جدا، وأكلته مع العيش ومع الطحينة. وبعدين بدأت الجولة في الزمالك. المكان رايحة دلوقتي تمثال أم كلثوم، والفندق فندق كمان اسمه فندق أم كلثوم. فندق أم كلثوم في نفس المكان اللي كان زمان فيه الفيلا اللي كانت ساكنة فيها أم كلثوم، عشان كده اسمه فندق أم كلثوم. أنا أخدت بالي من الزهور ده. دي مش حديقة عامة، دي بس يعني زرع. على فكرة أنا رايحة دلوقتي حديقة، وكان شكله في الإنترنت يعني جميل، عشان كده هروح الحديقة دي، وبتمنى إنه الحديقة مفتوحة وهادية. الأشجار هنا كلها كبيرة جدا، هناك الشجرة برضو كبيرة جدا، يعني عمري ما شفتش أشجار اللي هي كبيرة زي الشجرة دي. الحديقة جميلة جدا وهادية، وشكله إنه فيه يعني زي سمك وحاجة بحري. في ناس كتير في الحديقة، بس في برضو أماكن هادية ما فيهاش ناس كتير، ودي حاجة جميلة. الحتة دي تحفة،
كل الزهور والألوان الجميلة. زي مغارة أو مغارات كتير بصراحة. هروح فوق عشان في درج وممكن المنظر من فوق هيبقى جميل جدا. تحفة بصراحة، تحفة. أنا بنصح الجميع بزيارة الحديقة دي، بجد بيستاهل جدا المكان ده. الحتة دي يعني أحسن حتة، عشان مش بس التمشية بس كمان عشان التصوير. أنا لسه خجولة جدا إن أنا أصور نفسي يعني في الشوارع، يعني لما في ناس كتير، بس الحتة دي يعني مناسبة جدا عشان ما فيش حد. مش عارفة هنا ايه، بس في صوت حيوانات مخيف شوية. في بجد طيور هم زي الفأرة اللي بتطير، مش عارفة اسمهم ايه بالعربي. أنا بحب المزيج بين الطبيعة والمدينة، يعني دي عمارات كبيرة جدا وقدامه يعني مكان جميل جدا، يعني في طبيعة وأشجار وألوان. مين بيعرف ده ايه؟ يعني دي شجرة بس مش نحلة، يعني اللي فيها البلح. دي حاجة مختلفة، مش عارفة دي حاجة ممكن ناكلها، مش عارفة. قولولي بالتعليقات لو انتوا عارفين ايه ده. وده برج القاهرة، انا بشوفه تقريبا في كل فيديوهاتي، بس النهاردة هنروح برج القاهرة بجد، يعني مش بس هنشوفه من بعيد. وبعدين لقيت موظف في الحديقة وهو وراني المكان ده اللي فيه كل الحيوانات. جميل بس مخيف كمان. على فكرة لذيذ جدا. أنا نزلت من الحديقة وكانت التجربة دي جميلة جدا، ودلوقتي هروح يعني قصر، مش عارفة يعني هو عبارة عن ايه بالظبط، بس أنا هروحه عشان يعني المكان هيبقى مقفول في الساعة 2 ولازم أروحه دلوقتي. وكان القصر ده في الطرف التاني من الجزيرة، وشفت ممشى الزمالك اللي رحته بعدين في الفيديو. أنا بدور على القصر بس لسه ما لقيتهوش.
لقيت المكان. أنا دلوقتي في القصر عايشة فهمي أعتقد ده اسمه، وقبل ما دخلت المكان أنا يعني كان في بنت في الشارع وهي سألتني أنت منين، ولما قلت لها إنه أنا من ألمانيا هي أدتني ده هدية. يعني مش مصدقة قد إيه الناس هنا كويسين. المكان عبارة عن معرض عن أم كلثوم، وما كنتش عارفة ده يعني قبل كده قبل دخلت، وأنا سعيدة جدا بصراحة. وكمان كان في المعرض حاجات شخصية بتاعت أم كلثوم زي النضارة السوداء وحاجات تانية اللي كانت أم كلثوم معروفة ليها. عمري ما تخيلت إنه في الكمية دي من الكتب عن أم كلثوم. السلام. أنا بتمشى وبروح المكان الجاي، يعني بورت القاهرة. الطريق يعني هنا جميل عشان في زهور، في ألوان كتير جدا، يعني لون برتقاني وبينك وأبيض. بعدين أنا وصلت إلى الشارع الجميل ده اللي فيه برج القاهرة، وكمان شفت أكبر شجرة من كل الأشجار اللي شفته في الزمالك، والشجرة دي كمان من أقدم الأشجار اللي موجودة في القاهرة، وعمرها أكتر من 150 سنة، وهي أصلا مش شجرة مصرية، يعني هي من الهند وتم نقلها من الهند إلى مصر. أنا مستنية عشان أطلع فوق بالأسانسير.
المشي، عشان كده قررت إنه مش هروح هناك النهاردة، بس ممكن هرجع يوم تاني لما في نوع من الحفلة مثلا في دار الأوبرا. وده البرج، وأنا بصراحة مفرهدة شوية يعني مش قادرة أتمشى أكتر، بس مش مشكلة، بس هروح المطعم بعدين إن شاء الله أحسن. أنا وصلت إلى البرج ده اللي شفته في بداية الفيديو، يعني أنا لفيت لفة كاملة حول الجزيرة، وكمان رحت منطقة في الزمالك اللي كنت حاسة إن هي زي مركز المدينة بتاع الزمالك، يعني في كل المحلات والمطاعم، وكمان شفت محلات كتير اللي يعني بتعبر عن روح الزمالك اللي هي يعني كلاسيكية وراقية جدا. أنا لقيت المطعم اللي هو أوس باستا، فكرت إنه زمالك يعني مكان فيها سفارات وناس من جنسيات مختلفة ومن كل أنحاء العالم، عشان كده هجرب يعني حاجة مش مصرية النهاردة، بس حاجة إيطالية. كويسة في المكان، وفي سكشن بس للفيجيتيريان، وأنا فيجيتيريان، وعشان كده الموضوع ده يعني مناسب جدا بالنسبة لي. أنا طلبت عصير الكركديه زي دايما، بس المرة دي في كمان زنجبيل. ده شكل أكل يعني شكله لذيذ جدا وشهي، وفي جبنة على جنب. أنا هاكل وأشوفكم بعدين. أنا في الطريق إلى ممشى الزمالك، وأنا بدور حاليا على المدخل عشان الممشى هناك، بس مش ما فيش مدخل. أنا لقيت المدخل، هو هنا. دي تقريبا وقت غروب الشمس، بس للأسف الشمس مش في الطرف ده، بس الشمس في الطرف الآخر لجزيرة الزمالك. يعني الممشى ده مش أنسب مكان عشان أشوف غروب الشمس، بس مش مشكلة عشان الألوان جميلة جدا والمكان حلو وهادية. الممشى طويل جدا، أنا بمشي ممكن من 10 دقايق، والطريق هنا برضو طويل جدا. ده أحسن مكان بالنسبة لي في الممشى كله، عشان النيل في كل مكان، يعني في الشمال وفي اليمين. يعني أنا بتمشى على النيل.
يعني فوق النيل. Drifting through the night, lost in city lights. Memories fade, but I'm alright. In the quiet, I find my sight. The world slowed down. I'm floating in sound. No worries, no rush. Just a gentle hush. Footsteps on the street, echoes in the beat. Chasing dreams that I can't meet, but in this moment. ودي نهاية الفيديو في الزمالك، وبتمنى انه الجولة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانا دايما سعيدة جدا بتعليقاتكم الجميلة، وهشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.